مشكلة عمرو أشرف هي مش مشكلة عمرو بس، هي مشكلة ناس كتير أوي، لمّا بيبدأوا كورس تقريبًا 90% من الcourses دي ما بيقدرش إن هو يكمّلها وهو بيفصل في النُص. الحقيقة الموضوع ده ليه عوامل كتيرة، بس أشهرها بما إني trainer هو إن الmaterial أو طريقة توصيل المعلومة مملة أو واحدة في كل السيناريوهات، في كل الفيديوهات، في كل الmethodology أو المنهجية اللي الtrainer ماشي بيها. تاني عامل ممكن يكون مؤثر إن شغفك مش موجود هنا، يعني شغفك مش في المجال اللي الكورس بيتكلم فيه. تالت عامل وده وارد جدًا ومشترك بين ناس كتير جدًا واللي هو الoverloading information. بمعنى أنا اشتريت كورس وبدأت أحضر الكورس، بس بازوّد على نفسي information. يعني لو الكورس 4 ساعات بابقى عايز أرقع على ال4 ساعات مرة واحدة في يوم واحد والموضوع انتهى. لأ، حاول تقلل من معلوماتك اللي بتضاف لك عشان خاطر هتستمر معاك أكتر وأثرها هيبقى أعظم. والاستمرارية أكيد دايمًا بتبقى أحسن من الكمية بتاعتك. يعني لو قللت الكمية وطوّلت في المدة أحسن بكتير وأعظم وأبرك من إن أنت تاخد الحاجة one shot. في حديث عن السيدة عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لمّا اتسأل ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال لهم أدومها ولو قل. وده مبدأ أنت ممكن تمشي بيه في حاجات كتيرة جدًا مش بس الكورسات.